سنوات. قرض يصرف على 3 سنوات، السنة الأولى فيها دفعتين. المفاوضات دي جاية في وقت صعب جدا، مصر بتواجه فيها أوضاع اقتصادية نتيجة مشاكل كتير، ليس أقلها فكرة إنه مفيش إنتاج كفاية، إن إحنا ما بنشتغلش كفاية، وبالتالي مفيش زيادة في إجمالي الناتج القومي، في مشكلات في سعر صرف العملة، في مشكلات في قوانين الاستثمار، البيئة المشجعة على الاستثمار اللي بتجي المستثمرين اللي بيشغلوا المصريين. إذا عندنا مشكلات كبيرة جدا. ده مش اللقاء الأول لينا في هذا الصدد مع كريس جارفيس، اللي قابلناه مرتين سنة 2014 في ابريل واكتوبر علشان نعرف تشخيصه لامراض الاقتصاد المصري وكيفية علاجها بصفته خبير واحد خريجي جامعة اوكسفورد البريطانية. كريس، اهلا وسهلا ومرحبا بك في القاهرة، نورتنا. اشكرك جدا. اعتقد ان لقاء اليوم جاي في ظروف افضل بكتير مما كانت عليه لما تقابلنا في سنة 2014، لانه في خطوات اتخذتها الحكومة المصرية فعلا بعيد عن اي مفاوضات على قروض مع الصندوق بشأن الاصلاح الاقتصادي في البلد. حسنا، فعلنا اشياء كثيرة اثناء هذه الرحلة، وانا سعيد جدا بالتواجد في القاهرة وممتن لرؤيتك. ممكن توصف لي المفاوضات ازاي؟ تقول لي عليها في كلمة واحدة ايه؟ اعتقد ان المفاوضات كانت بناءة جدا، والسبب وراء ذلك هو برنامج الحكومة، حيث تبين لنا ان الحكومة وصندوق النقد يدفعان في نفس الاتجاه. بناءة ولا ناجحة؟ اعتقد انها كانت ناجحة جدا، وهذا لاننا توصلنا لاتفاق على مستوى مسؤول البعثة على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، من خلاله يتم منح الحكومة قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. الذي سيحدث بعد ذلك هو أننا سوف نجهز تقريرا لكي يتم عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على البرنامج، ولا بد أن يوافق المجلس التنفيذي بكافة أعضائه بما فيه مصر مسبقا على البرنامج. هل ده معناه أنكم هتوافقوا على القرض في اجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي اللي جاية في أكتوبر القادم، ولا ايه هو المدى الزمني بالظبط بتاع الموافقة على القرض؟ ليس من الضروري الانتظار حتى الاجتماع السنوي للصندوق في اكتوبر لعرض التقرير عليه. المجلس يجتمع 3 مرات اسبوعيا، ويمكننا ان نحدد موعدا لعرض التقرير على المجلس في الاسابيع القليلة القادمة. ولو وافق المجلس على البرنامج فسيتم صرف اول شريحة من القرض خلال يومين، يعني 48 ساعة.